ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل اسهل مخلل في الحياة، هو الخيار. طبعا احنا عارفين ان كل المخللات سهلة، بس اسهل حاجة في المخللات هو الخيار. انا حبيت النهارده اشارككم معايا طريقتي. يا رب تعجبكم. احنا هنشتغل في الخيار اللي هو بيبقى صغير شوية او اللي هو بيبقى مقرمش. بنجيب، انا معايا دلوقتي 2 كيلو. هبتدي ان انا انضفهم من فوق ومن تحت. زيادة تأكيد بس ايه لنظافة المية بتاعت الخيار بعد التخليل، وان ميتها ما تغيرش او ما تعفنش. بغسل الخيار بمية وخل كويس جدا، وبعدين بروح مصفياه وايه واروح منضفاه زي ما انتوا شفتوا. هنحضر بقى المحلول بتاعه. برضو سهل جدا، هقول لكم مقادير الكيلو. يعني كيلو خيار هياخد ايه من المحلول؟ هياخد لتر ميه دافيه، ولازم تكون دافيه عشان احنا هناكل المخلل بعد 4 ايام. واربع معالق ملح، وفصين توم. لو عندك التوم لسه انتي مقشراه بتحطي فصين بس. لو عندك اللي هو المفروم بتاخدي ربع معلقه بس. وبناخد معلقه خل كبيره. هنبتدي بقى ندوب المحلول كويس، علشان الملح لما نحطه في البرطمان ما يتسربش تحت. زي ما انا قلت لكم ومعرفاكم ان انا بحب البرطمانات الازاز بصراحه، بكل امانه. يعني في تخليل مخلل، في توابل، في سمنه، في اي حاجه بحب الازاز بصراحه. ببقى مطمنه لها كده نفسيا يعني. انما لو اضطريتك الظروف ان يبقى عندك برطمان بلاستيك كده زيي. طبعا انا ما لقيتش الازاز، لقيت الازاز كله عندي خلصان، فاضطريت ان انا اعمل في البرطمان دوت مخليه. في الاخر قلت لو ما لقيتش حاجه خالص هخلي في البرطمان الايه البلاستيك، هو كويس ومنضفاه، وانا بخلي فيه على طول لما بتزنق يعني. هنبتدي بقى ان احنا نحط المحلول. وطبعا زي ما احنا عارفين الخيار خفيف، كل ما هتحطي ميه كل ما هيترفع مع الميه. فاحنا هنحط الميه لحد العنق بتاعه البرطمان، بحيث ان احنا نبقى مغطيين الخيار. وبنروح حاطين كيس بلاستيك كده زي ما بنعمل في كل المخللات، وبنروح قافلين كويس. كل يوم بقى بنعمل ايه؟ بنروح قلبينه، ونروح ايه مرجعينه تاني، بحيث ان احنا ايه بنقلب الميه وبنقلب الخيار اللي فوق تنزل تحت كده يعني، عشان يبقى كله سوا واحد. بنفتح عليه بعد 4 ايام، او بعد ما بقى لونه يتغير. يعني هو اخضر بيتغير للون البني. اول ما يبقى كده خلاص تأكيد ان هو استوى. بعد ال4 ايام بنطلعه، بناكل منه بكل سهولة. انا هوريكم بعد ما طلعته ب4 ايام قد ايه مقرمش، مش مهري. جميلة جدا الخيارية عندي، شاربة المحلول المظبوط، مش شاربة مية قوي بحيث ان هي تبقى مهرية مثلا، او ابقى انا مش عارفة اكلها. لا، ملحها مظبوط. والملح دايما بتاع الخيار بيبقى ملح خفيف، مش بيبقى ملح تقيل، لان الخيار بيلقط الملح بكل سهولة، وبيستوي معايا بسرعة، فمش محتاج ملح كتير. تمام. انا حبيت بقى اوريكم ده اخر طبق انا استخدمته. حبيت اوريهولكم عشان اوريكم ان هي الاخر خيارايه مقرمشه. بس دي طريقتي، يا رب تكون عجبتكم. وان شاء الله اللي يجرب يقولي في التعليقات، ولما هتجربيها هتتبسطي جدا جدا بيها. استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله. باي باي.